إن الدنيا بكل ما فيها لا يمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، بل تمده بلذائذ متناقصة، والفرق كبير جدا بين السعادة واللذة. اللذة حسية، واللذة تحتاج إلى مال وإلى صحة وإلى وقت، ولحكمة أرادها الله الإنسان في رحلته في الحياة في كل مرحلة ينقصه أحد هذه المقومات الثلاث. في البداية في صحة وفي وقت بس ما في مال. بمنتصف الحياة أسس مشروع والمشروع نجح فمال فيه، وفي صحة بس ما في وقت. على رأس المشروع طوال الوقت تقاعد، سلم أولاده المعمل، صار في وقت وصار في مال بس ما في صحة. لحكمة بالغة 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 شاءت الإرادة أن الحياة ليست دار الاستواء بل دار التواء، ومنزل ترح لا منزل فرح.